والله عيب، عيب كبير نخسر بالطريقه هذه. ركله ترجيح وربي ما كتبش، بصح القلب مكوي. كنا حابين نلعب مع المغرب ونرد الاعتبار قدامهم، نخليها ديربي كبير. اليوم راحت علينا يعني، لكن ان شاء الله المغاربه ينتقموا لينا يربح. بوقرة خويا 40 مليون جزائري طيحت له المورال صاحبي. عندنا في حياتنا مشاكل ستريس، اللي راه كاره حياته بغا يفرح غير معاكم نتوما، زدتوا نتوما طيحتوا لنا كاع المورال. ما قدينا ناكلوا، ما قدينا نضحكوا، ما قدينا نفرحوا، ما قدينا نتمشوا، ما قدينا نجمعوا، ما قدينا نرقدوا. الله يهديك يا بوقرة خويا، ولا لا الله يهديك، الله يهديكم كاع. رجعوا كاس العالم، هذه ماشي كورات مظلمه، والله غير حرام، لعبوا بالقلوب تاعنا. المؤامرات راهي باينه من اسرائيل، المخزن يحبوا يطيحونا. شوف الجمعه، شوف والله لا تربح اللي داروها فينا، كرهنا مع هذه السياسه في الرياضه يا ناس. راني نرعش هكا تفلسيف تزايد اللي خلانا نخرجوا هكا. امارات تربحنا، امارات يا رب، انا عندي لي جوار خير منها. واش نسمي واش نخلي؟ علاش يا بوقرة تبدل في التشكيله؟ علاه هما كانوا خايفين منا. كي بدا الماتش كانوا يلعبوا اللور، بصح انت قتلت الهجوم تاعك. عطيت لهم لا كونفيونس هذيك، رجعوا في المباراه وداوك حتى 120 مينوت وربحوك في لي بينالتي اللي هي جزء من اللعبه وتستاهل الخساره على جال التفلسيف تاعك. هاي الامارات ربحاتك. من افضل العرب اسيا العرب افريقيا. والله ما كنت متوقع هكذا النهايه، يعني كنا قريبين بزاف، ضيعنا بركلات، شفنا المنتخب كامل قاوم، قلوبنا مع اللاعبين، بس والله صعيبه بزاف. الناس كامل راهي تبكي، شفت الاولاد، شفت الشيوخ، ما نقدرش نوصف لك. ان شاء الله نرجع اقوى. شكرا لك، ربي يعوض. هذه بوقرة خويا، كون خسرت معاهم كاع وربحت لنا هذه. والله حنا اللي دايرين معاهم العيب، ممكن تقضبهم تشويهم تشعل فيهم النار. خي هادو نشعينها معاهم دوله، نشعينها معاها كومبلي، نعايروهم دويله الامارات من بعد تالي ربحونا. خي تفشى كاع تفشل. وأمام طوبى كاع مليحه، كون رحنا كانوا يفلقونا مروك ويخلفونا تاع بلالي. لا تخاونا نولفوكم، نهار كنا نديرينكم غير رشقه ولفناكم تربحوا دروكها، ما ربحتوش كرزتوها لنا. لا ود عمي، لا الاعلام تاعنا رانا نعايروا فيهم، هما دويله الامارات وحنا دوله كبيره وحنا منا وحنا كيسموا من بعد تالي رباني. نتوما عاد الاولاد خاين، هادوك جايبينهم غير منهم ملاقطينهم وربحونا. هادو كاع مجنسين. حنا ولاد بلاد زعما. شفتوها لنا قسما بالله العلي العظيم. انا ماما حنا كي نديرو العيب مع دوله كنا عندنا رجال، مشينا دايرين معاهم العيب، نتوما فشيتوها لنا. تمني يقدروا سبحان ربي. خساره مؤلمه بركلات الترجيح، كيف عشت اللحظه؟ والله ما نقدرش نوصف لك، تعبنا، جينا من بعيد باش نفرحوا، وكنا حاسين بالكاس قريب منا، وفجاه كل شيء راح. ركلات ضاعت. الجماهير كلها حزينه اليوم، هذه بلاد كامله تبكي معانا، والله اللاعبين ما قصروش، الحمد لله على كل حال. الامارات تروح مع لي بينالتي احصل بها مالا، هادو بريمير ميطو تقضي عليهم نورمالمون. تروح معاهم لي بينالتي هايك تخلص عليك. باكاج ديكاج. ديجا بوقرة بين نسقسيك لي شونجمون شغل ما فهمتش، ما قدرتش دير شونجمون في لاطاك، شغل خفت تخرج براهيمي عيا خو. دير بول بينا بلاص براهيمي ودخلوا الناس مليح. خرج بركان هذاك اسمه باعوش، هذاك ماك خاوتي عندنا. وبول بينا ديجا كي لعبتهم لا دروات تغم، رجعوهم لاكوش خرج براهيمي عيا. ما فهمتش انا لي شونجمون دايرهم في دوزيام ميطون تاع برولونغاسيون. اقسم بالله غير ما فهمت انا يا خو، والله ما فهمت. خاوتنا من الاخر الامارات ماشي تاع برولونغاسيون خو. كي تشد معاك 90 دقيقه تربحها بزوج ولا ما كاش في بريمير ميطون ما دخلوش كنا خير منهم. ماشي كاع هادي ليكيب اللي تروح معاه برولونغاسيون تخسر معاه في لي بينالتي. خاوتي سلام عليكم. صدمة كبيرة تعيشها الجماهير الجزائرية هنا في الدوحة بعد خسارة الخضر أمام المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح وخروجهم من البطولة. معنا واحدة من المشجعات، كيف شعورك بعد هذه النتيجة؟ والله ما قدرتش نصدق، كنا قريبين بزاف، لعبوا من قلوبهم، رانا فخورين بهم، بصح الخسارة. نعم، المنتخب الوطني الجزائري يقصى من دور ربع النهائي أمام منتخب المجنسين، ولكن من يتحمل هذه المسؤولية؟ أنا أحمل المسؤولية لمن؟ لمجيد بوقرة، من خلال الأسماء التي تم استدعاؤها للمشاركة، وأيضا من جهة ال11 لاعب اللي دخلهم يلعبوا. كي تشوف في مباراة اليوم ياسين إبراهيمي حطوه على الجهة اليسرى، وعادل بولبينا اللي دائما يتألق
في الجهه اليسرى، حطوا على الجهه اليمنى، يعني ايكارتيه كامل. سيد ما لقاش ميم با المعالم تاعو ولا واش يدير. بالنسبه لياسين بنزية، ما الذي قدمه في هذه المباراه وما هي الاضافه التي قدمها في هذه البطوله على العموم؟ نولي لك للمحاباه والسوسيال اللي داروا مجيد بوقره خاصه في خط الهجوم باستدعاء بركان وايضا اسلام سليماني البالغ من العمر 37 عاما. لو كان ما دخلش بوقره الشعبويه والمحاباه اليوم كعيا رضوان بركان، نورمالمون عندنا مهاجم يرومبلاسيه. بصح مجيد بوقره كيشوف للدكه تاعو يلقى غير اسلام سليماني ونفس البروفيل مع رضوان بركان وفارق السن بينهما. هنايا يعني راك قطعت انت الحلول على روحك ورانا شفنا النتيجه. يعني تقدر تقول كنا نصبروا في رواحتنا مباراه بعد مباراه، وها هي النتيجه. والان من سيتحمل المسؤوليه؟ علما انني لا اؤمن ابدا بكلمه تحمل المسؤوليه، لانه يتحمل المسؤوليه الشعب والجمهور الذي يتابع كره القدم بتلقي الصدمات والنكسه تلو الاخرى، وهكذا الحياه مستمره. يا خويا واش هادشي بالامارات ربحونا بالبونالتيات، رانا حاشاكم ما صدقتش عيني والله غير قلبنا تقطع يا خو. كي ما لعبناش هاد الماتش نربحوهم ب3 ولا 4. اليوم ما فهمت والو، لعبنا بلا روح. دوميلتي ناس كيضيع وسط الميدان ميت. يا ناس هاد الامارات ماشي احسن منا والله غير حش. إقصاء المنتخب الجزائري من كأس العرب بعد الخسارة أمام الإمارات. صراحة مباراة كانت سهلة ولكن المنتخب الجزائري ضيعها، خاصة وأنه راس كيحبس. المنتخب الجزائري كان سجل الهدف الأول، لو كان زادوا ضغطوا وسجلوا هدف ومن بعد ما عليهاش تراجع للخلف. المنتخب الوطني سجل الهدف هذاك مباشرة تراجعوا للخلف وخلاو فقط الإمارات اللي تلعبوا. كذلك بوقرة رانا شفنا صراحة دار بعض الأخطاء من نورمالمون في المباراة الماضية، نفس التشكيلة اللي دخل بها المرة هذه. دار هذيك التغييرات، وخاصه ادموا الناس ما دخلوش حتى للشوط الثاني البديل. تخيل المتابعين، ولكن معليش ان شاء الله راهي مخلوفه. هذه مجرد مباراه كره القدم، واصلا بعد بضعه ايام قليله راح يبدا يلعب المنتخب الجزائري في كاس الامم الافريقيه، وان شاء الله يجيبوا لك حلوشه. ما دام ضاعت من اليد العربوشه وكانت سهله باذن الله باش نجيبوها، ولكن معليش ان شاء الله مخلوفه. وكذلك متابعينا راهي اصلا المنتخب الجزائري بقات له فتره قصيره جدا باذن الله، وزيد يلعب حتى كاس العالم. يعني باذن الله الافراح راح تستمر. للاسف الشديد اليوم حتى لاحظت شويه ما حالفناش، شفنا في شحال المناسبه كيفاش ضاعت الاهداف، وثاني ما حسبوناش زوج بسبب التسلل، وكذلك بسبب الحكم اللي في شحال من مره ايضا ما حسبش للمنتخب الجزائري ضربه الجزاء. اعطونا رايك. اي قانون في كره القدم، الاونترينور الخواف، الفريق الخواف عمره ما يربح في كره القدم. هذا قانون. نكسه كبيره لانه خسرنا مع منتخب متواضع جدا جدا جدا، وغادي تشوف كيفاش غادي يخسر في الدومي فينال باريحيه. صافي 3 موا خسرت الشان كونتر السودان بلي بينالتي، كوب دافريك صافي 2 خسرتها بلي بينالتي. نفس السيناريو تخسر بهم لخاطرش انت ما تبغيش تجازف، ما تبغيش تلعب لقدام، ما تبغيش تلعب اوفونسيف. امارات اليوم اي اونترينور قادر يربحها ب3 فاسيلمون. لا قائمه جيده، لا تربص جيد، لا تحضير بدني جيد. امارات كلاتنا دوزيام ميطون فيزيكمون فقط، ما قدروش يديروا حاجه كبيره. راك فاهمني؟ بلا ما نهضر على القائمه وبلا ما نهضر على لاعبين، والله العظيم يستاهلوا تعيط لهم في تونوا تاع رمضان. تعيطوا لهم لا غالب شنو نديروا عليه. فهمني ثنائيه بنزيه وبندبكه شهرنا بها. فهمني من تلعب بولبينا ملهيش شادرت به. فهمني من يلعب بركان وبروفيل تاع سليماني باك شادرت به. فهمني كثر امارات من دخلت حلاميه ودخلت بعوش استفدت منهم. والله يخلف على طيب الذكر، راه مبليسي الله غالب. كره يلعب وما يرفد لكم السروال، والله بلا بيه ما تدوا حتى تيتر. السلام عليكم. والاسباب عديده، لكن السوسيال والمحبات تقتل الجزائر في جميع المجالات خويا. السلام عليكم. خوتنا نستاهلوا الاقصاء، نقول لكم علاه باسكو الفريق الوطني ولا المنتخب الوطني اللي تخيلوا لي جوار تاعو بالمعرفه ما يروحش بعيد خوتي. حقيقه لي جوار اللي تخيلوا المنتخب الوطني بالمعرفه هذاك المنتخب ما يروحش بعيد خوتي، وكامل نعرفوا خوتي ما نكذبوش على بعضنا. ومبروك للمنتخب الاماراتي. وكاينه حاجه ثانيه، المدرب تاع المنتخب الاماراتي سير المباراه 120 دقيقه كيما يحبوا خوتي. بوقرا شغل قالوا ريح المدرب تاع المنتخب الاماراتي، قالوا انا نسير ديك المباراه، سير المباراه كيما يحب هو، وداها ورا وين كان حاب وربح وتاهل خوتي. مبروك عليه خوتنا. وما تزيدوش تدافعوا على هذا، الله يهديكم. هذا كومبارا روحوا بليلي يا خوتي، نورمالمون غير كومبارا روحوا بليلي نحوزوا حقيقه خوتي. وما هارد لك ما والو خوتي، لازم مدرب يروح تبدل كامل، لازم تبدل كامل في المنتخب الوطني الثاني.